السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الإخوان الأخوات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. وحنا على قرب أيام مباركة اللي هي عيد الأضحى المبارك، ونقول لكم عيد مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بخير. في هذا الفيديو يعني بغيت نقدم لكم أثمنة ديال الأضحيات اللي هي احنا كنقولوا الكباش أو الحوالة في مدينة وجدة، وبالضبط في الطريق ديال البوشطات. صراحة هاد السنة الأثمنة شوية غالية، والله يكون العون يعني يكون العون للجميع يا ربي آمين. والأثمنة كتختلف حسب الحجم ديال الأضحية. هناك يعني ملي كتكون شوية صغيرة 1000، قريبا 2000 كتبدا تقريبا هكا ما بين، يعني كاين حتى قل شوية، ولكن كتكون أضحية صغيرة. وما حد الأضحية كتكون في حجم كبير وكتكون المواصفات ديالها جيدة، كيكون يعني الثمن غالي. يعني أضحية متوسطة أو حولي متوسط والحجم ديالو متوسط كيوصل حتى 3000 درهم، وإلا كان أكثر يعني في المواصفات والحجم كيوصل ما بين 3000 وكيتعدى 4000 درهم. كاين أضحية اللي كتعدى حتى 5000 درهم، كما قلت لكم يعني على حساب المواصفات والنوعية ديال الأضحية. فالأضحية هنا كاين مثلا الماعز، كاين بالنسبة للحوالة كاين البرقي، كاين السردي، كاين الحولة ديال المهاية، كاين ربما أحوال من نوع آخر أنا ما عنديش يعني دراية بهم كاملين، ولكن المشهور هما هادو في هاد الجهة ديالنا. وبالنسبة زعما كنقول الناس اللي ما عندهمش الاستطاعة بأنها سنة مؤكدة أكيد، واللي زعما في استطاعته أنه يشري الأضحية ويقدمها خالصة لله زعما سبحانه وتعالى غيكون عنده أجر كبير بإذن الله. أما الإنسان اللي هو ما عندوش الاستطاعة أو فقير، فأظن حسب معلوماتنا أن زعما لا حرج عليه، لأن ما عندوش القدرة، والله يحسن العون للجميع. داكشي علاش الإنسان اللي كيكون ميسور وكيذبح ويحاول أنه يتصدق ويعاون يعني الإخوان اللي هما في حاجة يعني اللي هما فقراء. أما باش الإنسان يمشي مثلا يعمل قرض أو يمشي مثلا يبيع ممتلكاته باش أنه يعيد، صراحة زعما هذه أنا كنشوفها شوية مش يعني مكلفة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كاين علاش الإنسان خصو يبقى زعما يكلف على راسو باش أنه يشري العيد، وربما حتى الاولاد ديالهم ما كيكونوش عارفين المفهوم ديال العيد. كيقول لك انا بغيت نفرح وليداتي، او انا السيده تقول لك انا بغيت حولي كبير حيت جارتي شرات حولي حولي زعما زوين، انا خصي يكون حسن. لا، ماشي هذا هو العيد. العيد ماشي هو التفاخر والتنافس يعني بهذا الشكل هذا، وانما الحولي كيكون يعني المقصد فيه هو التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأنه الإنسان ملي كيضحي هذيك الأضحية لله خالصة لله، بعيدا عن كل هذه البدع وهذه الأفكار. وخصنا نعرفوا المغزى الحكمة من هذا العيد. والله يهدينا، ونتمنى يعني الأمة الإسلامية عيد مبارك سعيد، وكل سنة وأنتم بألف خير. هو هذاك هو